شنو هي الفوائد من الإضافات؟ لأن نشرت مقطع فيديو ولد من شاف مخليني مخلي نصف قبضة الحمراء، قال لي ليش شنو هاي إضافاتك؟ صديقي بس قبل ما أشرح لك ذن الإضافات وشنو الفائدة منهن، بس خل أفهمك على شغلة. الارتداد العامودي هذا اللي قصده من تسحب بالسلاح، حلو؟ بينما الارتداد الأفقي لما يروح السلاح يمين يسار، حلو؟ على مود بس تفتهم ذني من نحكي لك شنو فائدة كل إضافة من الإضافات. وطبعا هسه بس القبضات. شوف صديقي، أول شي عندك أول إضافة اللي هي الليزر. الليزر هاي تقلل لك من انتشار الطلق، وأنا ما أستخدمها بس بالأسلحة اللي أبوش بيها بالفايتات الكلوز، مثل عندك اليو ام بي، عندك الام 7. ليش؟ لأن يقلل لي من انتشار الطلق، واستخدمها ويا الام 4 يعني بالمستودع على مود تقليل انتشار الطلق. هذا الشيء اللي يخص الليزر. أبلش لك ويا الإضافة الثانية اللي هي قبضة الإبهام. شنو الفايدة من قبضة الإبهام؟ شوف، هي تحسن عندك الارتداد العامودي، بس الفائدة الرئيسية منها انه لما تجهزها تصير فتحة السكوب عندك سريعة، فتفيدك بالفاتات الكلوز. يعني باوع حساني مو فتحت السكوب ايش قد سريع؟ لما اجي اشيل هاي الاضافة شيل غير الاضافة، الايم مالتك لما يفتح راح يصير بطيء، مو مثل ما انت مستخدم هاي القبضة اللي هي قبضة الابهام. طبعا انا هاي قبضة الابهام استخدمها ويا الام 7 ويا اليو ام بي ويا الاسلحة اللي ابوش بيهن وافتح سكوب، لان اكو اسلحة تحتاج انه تفتح سكوبات. لذلك هي هاي الفائدة من هاي القبضة. نروح للقبضة الثالثة اللي هي المقبض الأمامي، حلو، اللي أغلبية الواعي بيستخدمونه. الفائدة من هذا انه راح تحسن عندك الارتداد الأفقي، وراح تزيد لك سرعة فتحة السكوب، بس مو مثل المقبض الابهام، لا راح تصير ابطأ. هسه انا لما اخليها هنا وافتح سكوب هنا راح تزيد عندي سرعة فتحة السكوب مالتي، حلو، من بعد ما خليت هاي القبضة. عندنا القبضة الثالثة اللي هو مقبض رأسي. طبعا انا ليش ذن الاثنين بصراحة ما اقول لك، بس كل وحدة بيها ميزة مختلفة عن الثانية. يعني ذيك الارتداد الافقي، هاي بس للارتداد العامودي، صح تحسن اكثر، بس يا اخي لازم انت تستخدم وحدة هيك وحدة هيك. او اذا انت كانت عندك مشكلة مثلا بالارتداد العامودي فاستخدم مقبض رأسي، واذا كان عندك مشكلة بالارتداد الافقي فاستخدم مقبض امامي، حلو. هاي الفرق بين ذن الاثنين. خلينا نجي على الإضافة الرابعة اللي هي، خلينا نقول القبضة الرابعة اللي هي الحمراء، اللي شافوها بالمقطع الفيديو وقالوا لي شن هاي الإضافات اللي انت مخليهن. ضلعي هاي شو تسوي؟ تحسن لك الارتداد العامودي والأفقي، وتحاول تثبت لك السلاح. يعني لما ترمي من بعد الارتداد تحاول تثبت لك السلاح، اللي هي هاي النصف قبضة. فهنا أنا أشوف إنه هاي صحيح ثباتيتها تكون أقل من ذنيتها، بس دا تعطيك شغلتين ثلاث شغلات بنفس الوقت، مو مثلا عندك المقبض رأسي ينطيك بس الارتداد العامودي، وعندك المقبض الأمامي يعطيك بس الارتداد الأفقي. لا، هاي الحمرة تعطيك ارتداد عامودي وتعطيك ارتداد أفقي، تحسنهن بنسبة بالسلاح. واكيد عندنا القبضة الخامسة اللي هي بصراحة انا ما استخدمها هواي، ليش اكذب عليكم، اللي هي قبضة خفيفة. وهاي الفائدة منها انه تثبت لك السلاح لما ترمي، يعني تزيد من ثباتية السلاح مثل الارتداد، حلو، نظامها نفس الارتداد تقريبا، فتحاول تحسن لك من الارتداد مال السلاح. بالنسبة لقبضة ارغنومي، هاي بصراحة ما تقدر تستخدمها، او خلينا نقول لازم تشتريها من الشوب، ولو هسه تلقاها موجودة باللوت وبالصناديق مرات. بس هاي هي افضلهن واحسن قبضة موجودة بيهن، اذا تلقيها او اذا تريد اشتريها، لان بيها بصراحة اكثر من فائدة. مثلا عندك تخفف، يعني تحسن مو تخفف، تحسن لك الارتداد العامودي والافقي والاهتزاز لما ترمي، وتثبت لك اطلاق النار مالتك. هذا الشيء اللي يخص القبضات. خل اكمل لك على اضافات البقية مال اسلحة، اللي هي الاضافات مال فوهات او مال ماسورة. شوف صديقي، اول شيء عندنا الماسورة هاي اللي هي مطول الماسورة. هاي شنو الفائدة منها؟ لما تجي تخليها على السلاح راح تزيد المدى مال السلاح. يعني لنفترض انه
كانت الانفور توصل 100 متر، لما تشد لها هاي الاضافة راح تقوم توصل 120 متر 130 متر. عندك الاضافة الثانية اللي هي كاتم الصوت. طبعا كاتم الصوت يقلل عندك انتشار الطلق وتقليل الوميض وتقليل الصوت مال السلاح بالمسافات البعيدة لما تجي وتستخدمه. عندك الإضافة الثالثة اللي هي مخفي الوميض. مخفي الوميض شنو الفائدة منه؟ يقلل لك الارتداد العامودي والارتداد الأفقي، ويقلل لك الوميض مال السلاح اللي هو الضوء اللي يطلع من مقدمة السلاح. عندك الإضافة الثالثة واني اللي أفضلها الثالثة مدري الرابعة، وانا أفضلها وأخليها بكل الأسلحة لأن أعتبرها الأقوى. تقلل لك الارتداد العامودي مال السلاح وتقلل لك الارتداد الأفقي مال السلاح، وتثبت السلاح لما تجي وترمي. حلو، يعني تزيد ثباتية السلاح. وبعدين أقول لك شنو ثباتية السلاح. عندنا مخفف ارتداد الفوهة، وهاي تقلل لك من الارتداد العامودي والارتداد الأفقي، ويصير عندك ثبات لما ترمي، وتقلل الاهتزاز مال اطلاق النار. نفس النظام مال ذنيكه، بس هاي الأسلحة الاس ام جي. واتمنى وصلت الفكرة وشنو الفائدة من كل اضافة من ذن الاضافات. واذا عرفت تضبط يعني اضافة الكاتم مثلا ويا فلان قبضة، او مثلا خليت اني السبرسر وجبت قبضة خليت هاي، او مثلا اريد اقلل من انتشار الطلق جيت خليت الكاتم وجيت خليت وياها ليزر. الليزر ما جايبه، وخليت ليزر راح اقدر اقلل من انتشار طلق بفلان سلاح معين. واذا عجبك خليلي لايك ومتابعة وبكيفك بعد.